شو اسمك عيمي؟ اسمي بنين. بنين ايش قد عمرك؟ 20. ها؟ 20. بنين بس وقفوا قول استوى بالبداية، ايش قد عمرك؟ 20 سنة. انت عمرك 20 سنة؟ خريجة؟ سادس اعدادي. زين. اي. بس انت ليش هيجي؟ نعم. كلش يعني لدرجة يعني هسه انت اذا تدخلين جامعة ما مبين، هسه انا اشوفك بداية، بس عمرك كبير. اي لا. شو اسمه بس ادخل جامعة يقول يلا رجع للروضة قبل. رجع للروضة. اي قبل. انت اهلك هيجي لو بس انت الوحيدة لا. اللي طالعة ناعمة؟ طفرة وراثية. كلكم هيجي؟ لا بس انا الوحيدة. بس انت؟ اي بس. زين هي قاعد طفرة وراثية، انا اقول لك كلكم شلون؟ زين. طفرة وراثية بس انت قزمة. لا ترى انت مو قزمة يعني حلوة. حبيبي. حبيبتي اليوم برنامجنا يختص بالتواصل الاجتماعي ومدى تأثيره على العوائل العراقية وأيضا مدى تأثيره على العائلة العراقية والطفل. شو رأيك بالتفاهات اللي تتم عرضها على منصات التواصل الاجتماعي؟ والله بصراحة انه هاي الاشياء صدق يعني انه لازم نوقفها. لازم يصير توقف. لها حد، لازم يصير لها حد، لان دا تأثر على الاطفال بصورة عامة، يعني انه من تصرفاتهم، من حركاتهم، من طريقة كلامهم، على الاوائل العراقية كلها، بس يعني بصورة عامة. يعني وين ما تروحي تشوفين كلمة طاشة لازم كل مكان. زين. برأيك أنت البنات اللي دي نشرن هاي الأمور والفخامة مالتهم وبيوتهم وسياراتهم وإلى آخره، هذه من أجل طشة لو هذه تعبانة على نفسها مسوية هذا الشيء، والألفاظ اللي تتم لفظها على اللايفات وغير اللايفات، شنو رأيك في هذا الشيء؟ بصراحة هي أول شيء هي دور طشة من ناحية إنه تعرض جسمها أو شكلها أو شيء. نعم. ثانيا إنه تقدر تعبر يعني أو تنشر محتوى أو تعيش من غير طريقة، يعني إنه تقدر تنشر غير طريقة، إنه غير محتوى. زين. أي هيك يعني. أكثر شيء تأثرتي به بالتواصل الاجتماعي وما حبيت هذا الشيء يتكرر بالمجتمع العراقي؟ بصراحة اللايفات أحس إنه جداوة. ده جدي. أنا ما لي علاقة، هاي ثانية قصفتكم، أنا ما لي علاقة. هي تحكي. لا مو يعني كبسوا على شنو كبسوا. هاي دا تأثر هاي؟ اي طبعا كلش دا تأثر، الأطفال كلها صيح كبسوا شنو؟ الأطفال شو صيح؟ كبسوا. قلت لي شنو اسمك؟ بنين. بنين انت تجننين. تسلمين حبيبي. والله انت تخبلين. زين. وهذا يعني قصدك اللايف انه دا ياثر على المجتمع العراقي، دا ياثر على الاطفال. اي. زين. شو توجهي الرساله؟ انه يغيرون، يعني انه يحاولون يغيرون محتواهم، ينشرون الافضل. ومع العلم اكو رقابه على هذا الموضوع. اي اكو هوايه رقابه، واكو انه دا ينشرون يعني انه وزارة الداخلية وهاي الأشياء. نعم. فإنه نصيحتي لهم إنه يحاولون يغيرون حتى يكسبون الناس بدل ما يكسبون إنه التعليقات السلبية. إنه هذه التعليقات السلبية هذا كره لو مثلا طمع، يطمعون إنه يسوون هذا الشيء. لا طبعا ما هي